ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم امي وارحم ابي واجمع ما بينهم واسكنهم في الفردوس الاعلى. بصوا يا حبايب قلبي، النهارده بقى هنشارك معاكم الفطار. احنا كان عندنا مكرونه بالبشاميل اللي كانت يعني لسه باقيه وكده. عملت جنبها بطاطس محمره، وبرده المكرونه الحمراء اتفضل منها حبه، حطيتها برده جنب الاكل، قلت يمكن حد ايه يحب ياكل منها. وعملت جنبها سلطه خضراء، وعملت تمر باللبن وعصير برتقال. واليوم عدى وكان حلو، وكانت أكلة جميلة بصراحة. بس البطاطس اللي أنا جبتها طلعت مش من الحلوة، يعني مش بتقعد على النار حاجة وتلاقيها بتتحرق. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعله رمضان سعيد علينا وعليكم. وبإذن الله وإذن الله ما نطلعش من رمضان إلا واحنا مجبورين الخاطر يا رب. وربنا يراضي الجميع، إذا كان مال، إذا كان أطفال، إذا كانت صحة، ربنا يراضي كل اللي عايز يا رب. ويسد ديننا جميعا. بصوا حبايب قلبي، هنا بقى الاكله الاساسيه، يعني ده اليوم اصلا اللي انا عملت فيه المكرونه البشاميل. اللي اتبقى بقى من اليوم ده قضينا فيه ايه؟ اللي شفتوه في اول الفيديو. معلش يا جماعه، انا مجهده كده وتعبانه ومش قادره، مش عارفه صاحيه من النوم كده، تعبانه خالص ورجلي ورمه شويه، فالدنيا معايا مش احسن حاجه. الحمد لله على كل حال. وربنا يقوي الجميع ويرزق الجميع ويرزقنا احنا وانتم يا رب، ويوسع علينا احنا وانتم، ويشفيني يا رب ويشفي كل مريض. ما تنسيش تسيبيلي دعوة حلوة وتصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وبإذن الله أصور معاكي فيديوهات حلوة. أنا بصراحة صورت البسكوت، عملت بسكوت وصورته، بس أنا قلت ايه مش هنزله لأن أنا حطيت فيه نشادر، والنشادر نفشته جامد. فأنا قلت خلاص أنا مش هنزله عشان محدش ايه يجربها والوصفة يعني ايه تبوظ منه وكده. لكن الكحك ما شاء الله كان طالع زي الفل وزي العسل. لو عايزة تاخدي الوصفة وتمشي عليها خديها وامشي عليها، هي وصفة مضمونة 100%. لكن البسكوت مش هنزله. متنسيش بقى تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناة وتسيبيلي دعوة حلوة وتصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وما تنسوش تكتروا من الصلاة على النبي علشان كل حاجتكم تتحقق واللي نفسكم فيه كله توصلي له. هنا بقى كانوا بيسلموا عليكم، هي الكاميرا معرفش مصفرة ليه.